عشان نعيش التجربة دي ونقدر نتفاعل معاها وحتى نطلع بنتائج وبسرعة. لكن في نقطة مهمة خلوني أتكلم فيها برضو. أنا كنت طلبت في لقائي مع الأحزاب والقوى السياسية إن هم يفكروا في إن هم يعملوا حاجة موحدة. وكان الهدف من كده إيه؟ بقول إن التحديات اللي موجودة جوه مصر واللي بتجابهنا ضخمة جدا، فعايز اصطفاف، عايز إن إحنا نبقى جنب بعض، عشان الوقت محتاج كده أكتر من أي وقت تاني. ده اللي إحنا كنا طلبنا منه، وبرضه بطلبه تاني. خلونا الدورة اللي جاية دي أو الانتخابات اللي جاية دي أو البرلمان القادم ده يبقى فيه الكتلة بالطريقة ديت عليها توافق. طب ده ضد إرادة الناس؟ لا، ده بانتخابات الناس، بس بننور للناس، للمصريين، بنقول لهم المجموعة ديت احنا بنقدمها لكم وتوافقنا عليهم، عشان المرحلة مهمة وحرجة، وهنخش في مسائل كتير جدا جدا خاصة بالدستور الجديد وبالقوانين وبالتشريعات الخاصة به. فمحتاجة ان الكيان البرلمان القادم يبقى منتبه لده وواعي لده وحريص على ان هو ينفذه بشكل كويس. دي نقطة انا حبيت بس اكدها